السلام عليكم حبابي، سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله هاد لا فيديو يلقاكم بالهنا والخير والسعاده والتيسير. مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو جديده اللي راح تكون عباره عن بدايه تحضيرات عيد الفطر 2023. نتمنى ان شاء الله تكملوا لا فيديو حتى الاخير، وبيان سور ما تنسونيش باللايكات ديالكم والدعم والتعليقات المحفزه. بيان سور قبل كل شيء راح نصلوا ونسلموا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا هنا الحباب والحباباتي، هنا راني راح نعطي لكم وصفة الجلوكوز الناجحة 100%. أنا نعتمدها، خصوصا حنا اللي نسكنوا هنا في الغربة، يعني باش نلقاوه يعني بصعوبة، ومام طون يعني مام للناس اللي يسكنوا في الجزائر ولا في البلدان العربية، على بالي باللي راه متوفر عندكم، مي باغ كونطخ كلش راهو طالع وكلش راهو يعني الاسعار بزاف راهي شاعله. دونك علاش الواحد ما يعاونش روحو هكذايا ويسيي يدير هاد العفايس اللي يحتاجهم في الحلوه ديالو في الدار، ويحضرهم في الدار ويعرف واش راه ياكل. دونك باش نحضر هاد الجلوكوز نسحق اون كاسرول هكذا تكون ثقيله بيان سور. هنا راني درت في الكاسرونه ديالي درتها على النار متوسطه، درت عليها 230 غرام تاع السكر، زدت عليها تلت مغارف تاع القارص، وزدت 9 مغارف تاع الماء. يعني انا درت 230 غرام تاع السكر، زدت عليها 9 مغارف تاع الماء، وزدت عليهم تلت مغارف تاع القارص. يعني هاد القارص راح يعطي لها التعليكه لهداك السكر ولا الجلوكوز هذاك، ومام طون ما راحش يخلي السكر تاعنا راح يتسكر. فوالا هنايا راح نبدا نخلط هذاك السكر والماء والقارص حتى يذوب لي تماما، يعني هذاك السكر يولي كامل ما يبانش. من بعد باش نحي انا يدي، انا من الناس اللي مقبل ما نبدا الحلوه ولا من قبل ما نبدا الكاطو ديالي دائما انا هذه هي العمليه تاعي اللي نديرها مع الاول. نشوف كامل واش خصني الحاجه اللي نقدر نحضرها في الدار، نحضرها في الدار. باغ اكزومبل كيما كريمه الكراميل طوفيا انا نستعمل نديرها في الدار. يعني عندي الفيديو مفصل في القناة ديالي، اللي حبت يعني أنا راح نخليه في صندوق الوصف، اللي حبت تدخل راهو ناجح 100%. وتاني كاكا الجلوكوز ولا العسل، ولا أنا من الناس اللي نخدم كلش في الدار، يعني غير الحاجة اللي ما نعرف لهاش ولا ما نقدرش نخدمها في الدار. هنا كيما راكم تشوفوا راح نكمل العملية حتى يدوب لي كيما قلت لكم السكر هذاك، وحتى ترفد الغلية. كي نشوف باللي هذاك الماء والسكر والقارص بداو يغلاو لي، تما اللي لازم نحي يدي. هنا من داك برك نعاود نولي لهذوك الاطراف تاع الكاسرونه، نسي نحبط هذاك السكر اللي راهو لاصق لتما باش ما يتحجر ليش في هذيك الكاسرونه. فوالا وتاني يعني نعاون ما يتحرق لي، ما تتحرق يعني هاد العمليه ما نخلي تحرق لي الكاسرونه ديالي، ومام طون راح نحبط كامل هذيك الكميه تاع السكر اللي نحتاجها، لازم تغلى لي مليح في هذاك الجلوكوز. يعني الكميه ما رانيش حبتها كامل تنقص لي. فوالا يعني انا سرعت لكم هكا لا فيديو باش تشوفوا، وما حبيتش نحبس لا فيديو باش تشوفوا الخطوات اللي درتها. يعني ما حبست كامل من الحريق، والنار دائما على نار متوسطه حتى تبدا الغليان، باش نحبط النار شويه، يعني نزيد نحبطها تحت المتوسط. فوالا كما راكم تشوفوا يعني عمليه سهله والصراحه انا معتمده على هذه الطريقه، دائما نستعملها ودائما يعني تنجح لي، ما عندي حتى مشكل. عندي شحال نحبط البلاد يعني ما نجيبش معايا الجلوكوز، غير الا يعني كنت تحبط هكا في البابور ولا تما اللي نقدر نشري هكذايا هاد لي فورنيتور تاع الحلوه. كيما وريت لكم راهي بدات رفدت الغليه. هنا نحيت يدي تماما وحسبت وراح نحسب لها 10 دقائق. فوالا وحبطت النار لتحت المتوسط وخليتها هكا تغلي. بعد ما تغلي لي 10 دقائق نعاود نولي ليها وندير كومانيسي، نجيب كاس ماء
بارد، ونجيب مغرفة هكدايا نسيي نحبط كمية تاع السكر، هذيك الكمية تاع هذاك السيغو اللي راهو يطيب لنا نحبطوه في الماء بارد، لازم يكون ماء بارد تماما، ونسيي الى ونشوف نرفد هذيك السكر اللي رميته اللي حطيته في هذاك الماء البارد الى تكون معايا شغل كرة هكدايا، وقدرت هكدايا نشدو بين يديا كيما راكم تشوفوا، تما نعرف باللي الجلوكوز تاعي نجح لي وخلاص وصلنا، يعني باش نحي الجلوكوز تاعي من النار. فوالا هنا راني طفيت له تماما، وهنا راح نديرو في عفسه هكا تاع سجاج، ولا اللي عنده بلاره بيان سور يديرو فيه بلاره، انا خاطر راح نستعملو درتو هكدايا في هاد الغيسيبيون صغير هكدايا، وراح نخليه تماما يبرد. شوفوا يعني القوام تاعو يعني تحسوا له باللي بدا شغل ثقيل، وهنا راح نخليه يبرد تماما. من جهه واحده اخرى رحت للكراميل، رحت ندير كراميل طوفيا، يعني انا راح نخلي لكم في صندوق الوصف الفيديو كامل، هنا راح ندير معكم غير لقطات. هنا كما تشوفوا راني بديت ندوب في هذاك السكر، خليته داب مليح، راح نزيد عليه هذيك الزبيده ولا الزبده ديالنا، راح نخلي كامل هاد المكونات يذوبوا مع الكراميل. من بعد منين ندوب لي هذيك الزبده راح نزيد عليهم كميه تاع لا كريم فريش، تكون سخونه بيان سور، ما لازمش تكون بارده، نخلي هذاك الخليط تاعنا حتى يذوب لي مليح هذاك الكراميل اللي تكون لي من بعد ما ندير هذاك لا كريم فريش، ونخليهم يغلاو لي بيان سور حتى يرفدوا الغليه. نحسب لهم 2 مينوت 3 مينوت، نحي هذيك لا كريم طوفيا ونخليها تبرد. يعني راح نخلي لكم كما قلت لكم راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف في الطريقه الكامله تاع كريمه الطوفيا. انا هذه هي العمليه اللي نديرها من قبل ما نبدا الكاطو. دائما نسيي يعني نوفر كامل الحاجات اللي نحتاجها باش نخدم الكاطو ديالي، باش نبدا يعني في عمليه الكاطو راهي سهله، مي وشنو هاد العفايس اللي كيما تلقايهمش في الدار تما اللي تعرقلك باش تخدمي الكاطو ديالك. فوالا هنايا بعد ما نحيتو شوفوا القوام تاعو كيفاش جا كيما تاع البيع، ولا بالك خير تاع البيع، صدقوني لا تيكستور تاعو هايله، والبنه تاعو ما شاء الله ما نحكي لكمش. فوالا وهنايا كيما قلت لكم بدينا تاع المرحله تاع كور ومد العور، واش نقول لكم يعني ولينا زرب برك نحطوا هذيك الطابله. هنايا درت نغولي تاع البطاطا فارسي بالدجاج هكذايا، درت بصله وزدت درت الدجاج ديالي ولا الصدر تاع الدجاج تاعي مرحي، ولا درتهم يتقلاو، وراح نزيد عليهم هكا لي زيبيس. انا درت غير فلفل الكحل ودرت شويه ملح بيان سور، وزدت عليهم هكذايا كيما راكم تشوفوا البابريكا ولا الفلفل الاحمر. ولا راح نسيي ندخل مليح هذاك الفلفل الاحمر مع الدجاج ديالي. قلت لكم رانا في واحد الوقت بدات هذيك العطابل تشيان، بدا كل حاجه ولا ولينا نقصوها، كل حاجه ولينا نقولوا معليش اليوم ما نديرهاش هذه، الله غالب الواحد كي يكثر بزاف شغالات في الكوزينه، دونك نسيو يعني نقصوا. هنا زدت عليهم مغرفه تاع لا طوماط هكذايا كونسونطري، وهنايا راني وريت لكم رابيت حبه بطاطا، زدت عليها 2 حبات بيض، درت عليها المعدنوس، ودرت عليها توم بودره وشويه ملح، درتهم يطيبوا. بعد ما طابوا لي درت لو غولي تاعي هكذا، راكم شفتوا كيفاش مونطيتو. هنا الشربه تاعي هنا راهي تكتك، وهذه هي الطابله. وصلنا للطابله اللي بدات تشيان كما قلت لكم، يعني ما رانيش غير انا، رانا كامل الناس هكذاك. نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو، لا عجبتكم لا فيديو ما تنساوليش باللايكات ديالكم، ونتلاقاو في فيديو لاحق.